الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن جهاز نزل بره، البوكو اكس 8 برو. نازل لك في السعوديه وفي الامارات بسعر تحفه، وهيخلينا نفتح النار على بتوع الضمان الدولي في مصر وشركه بوكو في مصر. ليه؟ الجهاز ده نازل لك بره ب 1100 ريال، 1200 ريال اضربهم في 14 النهارده، يعني الجهاز ده عامل 16000 جنيه، 256 جيجا رام 8. هنا في مصر هقارنه لك بالتربو ماكس 5 اللي اليوتيوبر جاي بيقول لك واحد يوتيوبر كبير فاتح ستور اونلاين تسول، وبيروح يقول لك اشتري وادفع مقدما. تيجي تشتري الجهاز ومشاكله مفضوحه عندي في الجروب. تيجي تشتري الجهاز وتستلمه من غير ما تفتح الشحنه وتجربه وتقول له الجهاز فيه مشكله، تعرفش توصله. طب انت يا اسطى كبريميوم وعامل فيها بريميوم وعايش في الامارات ولا في السعوديه، وبتيجي تاذي الناس هنا في مصر وتقول لهم روح هاتوا روم صيني من غير ما تعرفهم يعني ايه روم صيني، وبتديهم موبايل بضمان دولي وبتبيعه لهم ب 24000 جنيه. انا جايب لهم النهارده صفقه ب 16000 جنيه وهم عايشين في السعوديه او في الامارات او في مصر يجيبوها وبنسخه جلوبال، واقارن لكم ده بده. وهنا انا ضربت المثل ده مش عشان ده وحش ولا ده حلو ولا اليوتيوبر ده كبير فتروح تشتري من اسمه ولا ده صغير. مش بقتش بالارقام وبالمنافسين زي زمان. شفتوا الكبار اليومين دول الحمله اللي هجمه عليهم عامله ازاي؟ كلامهم صفر. ممكن تلاقي واحد عنده 1000 متابع يديك معلومه 10 من 10. طب بناء عليه انت بتروح تقول لي هات ده احسن جهاز وجربت الجهاز من كام يوم وبتشبط الناس تروح تشتريه، لما اصلا فضحك عندي في الجروب. ناس بتشتري الجهاز وبتستلمه وبتيجي تقول لك الجهاز فيه مشكله. نفتح بقى النار على بتوع الضمان الدولي اللي منزل لك الجهاز ده بنسخه جلوبال صيني معفنه ب 25000 جنيه، وقارنه لك بالبوكو اكس 8 برو. ولو نازل تشتري البوكو اكس 8 برو ممتاز جدا في السعوديه او في الامارات، نازل لك بكام؟ 16000 جنيه اقل نسخه، واعلى نسخه 512 جيجا رام 12 ضمان محلي في السعوديه عامله كام؟ 21000 جنيه شامله الضريبه. يبقى احنا كده بناخد على قفانا هنا من مين؟ بتوع الضمان الدولي. وبوكو هنا بتشغل دماغها علينا وتنزل لنا باجهزه مكسحه. صح ولا غلط؟ نبدا المقارنه في امام فنان وتشتري انهي واحد. ونبدا بالبوكو اكس 8 برو. لايكك وفولو، صلي على النبي. ما تخليش حد يقعد يشتغلك ويبيع لك في 2026. محمد مصطفى موجود. ويلا بينا نبدا بالبوكو اكس 8 برو. الموبايل ده سعره ثم سعره ان هو ينزل لك ب 16000 جنيه 256 جيجا رام 8 بالسعر ده، ضمان دولي 1100 ريال 1200 ريال في السعوديه وفي الامارات او درهم. انا كان نازل اشتري هقول لك يا اسطى ده انا ثمن سعر سامسونج اي 26 بره في السعوديه. صح ولا غلط؟ ثمن سامسونج اي 36 في السعوديه وفي الامارات. اجيب جهاز زي ده بيلعب 2 مليون و600 الف نقطه بشاشه اموليد 68 بليون كولر 10 بت مش 8 بت اللي هو الاجهزه هنا اللي نازله ضحك ب 35000 جنيه ب 8 بت شاشه الوان سايحه على بعضها تبقى هتشوف اللون بلونه. 68 بليون كلر ده في رؤيه المحتوى هتخليك تتفرج على الاسود اسود والابيض ابيض والاحمر احمر، مش الاحمر بنفسجي. 10 بت دي ممتازه. دولبي فيجن اتش دي ار 10، بيك برايتنس 3500 نيتس، فليكرنج 4000 هرتز، فليكرنج بيحموا عينك 120 هرتز، اي بي 68 69 كي، 256 جيجا رام 8 16000 جنيه، 256 جيجا رام 12 18000 جنيه، 512 جيجا رام 12 21000 جنيه، سرعه النقل اف اس 4.1 بالسعر ده. معالج دايمنستي 8500 الترا بيلعب لك في ال 2 مليون و600 الف نقطه يعني 120 فريم ببجي ثابت. نظام تبريد حراري سائل والنظام صغير بس اسمه نظام تبريد بالسعر ده. كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل اي ام اكس 882، كاميرا اماميه 20 ميجا بكسل بتصور 1080، صوت ستيريو باي دولبي اتموس تحفه، بطاريه تحفه بشحن سريع 100 واط. ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ ايه اللي بالسعر ده ومعاك 3 سنين تحديثات اندرويد و5 سنين تحديثات سكيورتي امان؟ بكام بقى؟ تعالى بقى كلمني. عامل كام في السعوديه يا اسطى؟ عامل 21000. تعالى اضرب لك نسخه على اعلى نسخه 21000 جنيه 512 جيجا رام 12. طب انا بقى نازل اشتري، اروح اشتري الكي. خلينا بقى نتكلم في الاخر، نتكلم بس على الكي 5 ماكس اللي بيقول لك روح هاته ب 25000 جنيه غير ضريبته 256 جيجا رام 12. الحاجتين الوحيدين اللي هتستاهل ان انت تدفع عشانهم
25000 جنيه وتاخد روم صيني في مصر. الشاشه هي معيار امان هو. البطاريه بدل ما هي 6500 ملي امبير في البوكو اكس 8 برو شحن سريع 100 واط، هتبقى في ال 5 ماكس عامله 9000 ملي امبير شحن سريع 100 واط. ال 2500 ملي امبير دول يستاهلوا، خليهم عليا انا ساعه زياده في الاستخدام. طب المعالج الدايمنستي 9500 اس ولا ال 8500 الترا؟ اقول لك النسخه الاس دي انا ما بعترفش بيها بجنيه، لو بتدي 10 مليون من جوه الترددات مقصوصه، ما بتديش ترددات كامله، ما بتشتغلش بطريقه كامله بكفاءات كامله. اس دي يعني نسخه مصغره من اي حاجه، عامل زي النسخه اللايت. يعني مثلا لما تيجي تروح تشتري سامسونج نوت 10 بلس كان سفاح، يا سلام بريميوم، تروح تشتري لايت بطه بلدي كلبه بلدي نتايه واقفه في الشارع، صح ولا غلط؟ تيجي بقى انت هنا في مصر تقول لهم ايه؟ روح هات النسخه ديت وضربتها 8 20000 جنيه وضربتها 8 وهتاخد في الاخر 32000 جنيه وروم صيني، عشان خاطر واحد فاتح ستور بيتسول عليك وبيبيع لك فيها ويروح يعمل لك مراجعه ويقول لك ده جهازي الشخصي، طلع نمروه في الجروب ونزلوا بوست 161 كومنت تعزيه، ده كل الاجهزه جهازه الشخصي ده مش عارف ايه. يا اسطى الايام اللي جايه هيبقى في حملات. انا الحمد لله بفضل الله عمري ما كنت حامله على حد وعمري ما كنت حامله على جهاز. تخيل بقى، انا ما بقولش غير الحقيقه، بس الناس اللي بتعملوا فيكم بخش اتفرج كده واضحك، ومن واجبي ان انا اوجه الناس قبل ما تشوف اللي انت بتثق في رايه وبتروح تدفع فلوس لجهاز مقدم عشان تشتريه ويروح يقول لك هات الجهاز ده بيتعمل فيه ايه في الجروبات عندنا. قولوا الصدق، وبدل ما تشبط الناس، انت عايش في السعوديه وعايش في الامارات صح؟ بدل ما تشبط الناس تروح تقول لهم هاتوا جهاز زي ده وتكسب من وراهم في كل جهاز 500 جنيه او الستوري يديك مبلغ معين، هات لهم الجهاز اللي في السعوديه البوكو اكس 8 برو بصفقه ممتازه و256 جيجا رام 8 512 جيجا رام 12 ب 21000 جنيه وضمان محلي عندهم ونسخه جلوبال وبالسعر ده. انا نازل اشتري، مش هشتري نسخه صيني. وهنا نفتح الباب بقى على بتوع الضمان الدولي. شركه بوكو في السعوديه مدخله الجهاز وبيبيع ب 21000 بالامكانيات دي. انت بقى هنا جايب لي الجهاز ب 25000 جنيه عشان يوصل بضريبته 33000، يبقى بتنصب عليا ولا ما بتنصبش عليا؟ يبقى انا بقول لك ما تشتريش روم صيني، دول بيعملوا عليك فيلم. يبقى انا عندي حق ولا مش عندي حق؟ كسبت في الاخر. انا لو نازل اشتري البوكو اكس 8 برو ممتاز بالسعر ده، شرحت لك، حطيت نفسي مكانك، اخترت لك، عقلك في راسك تعرف خلاصك. فامان فنان بحبك في اللي لايكك وفولو، صلي على النبي. ما تخليش حد يشتغلك ويبيع لك في 2026 ومع السلامه.